السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن سهم سيتي لاب. السهم ده شاغل ناس كتير، وتقريبا كده محدش فاهمه هو بيعمل ايه، وهل هو هيصعد يكمل صعود ولا هينزل تاني. حاليا احنا ما نقدرش نحكم على السهم عشان يصعد لازم يمشينا في 5 موجات دافعين. لازم عشان يصعد لازم يعمل لنا الشكل بتاع الموجة الدافعة، الشكل الخماسي. فاحنا كده هنعتبر عمل 1 نزل صحح، 2 هنا 3، واعتقد ان الموجة 3 برضو خلصت او على وشك ان هي تخلص. فاي حد موجود في السهم حاول تجني ربحك لحسن ما تلحقش بعد كده تجني ربحك. السهم ده غريب، يعني في الصعود بيصفر، في الهبوط بيصفر برضه. فالناس تخلي بالها يعني. فعشان نحكم السهم ده هيصعد ويعمل لنا قمم تاني لازم نشوف كده اهو. احنا هنسيبه خالص. لو هو عايز يعمل جني ارباح مفيش مشكلة، يعمل جني ارباح. ممكن الجني الارباح يوصلك للاماكن دي، تمام، ماشي، مفيش اي مشكلة. بس بعد كده يعني الناس اللي برا خلينا برا نتفرج. دي انصح اي حد لسه برا ولسه مدخلش السهم ده، خليك اتفرج احسن، فاهم؟ الناس اللي بقى اللي جوه، الناس المحبوسة، الناس آه هو بعد تعديل السعر تقريبا يعني القمة بتاعته واحد، يعني قول 21 قرش مثلا. دي القمة بتاعته، هو وزع أسهم مجانية وعدل السعر. فأعتقد الناس المحبوسة 21 قرش. هو حاليا سعره 93. فالمهم احنا خلينا حاليا نتفرج. السهم مش لو عايز يصعد تاني هيعمل لنا الشكل ده. لكن لو هو مش عايز يصعد تاني واكتفى ان ده ممكن نسميه لسه ارتدادا حتى الآن، هو بس ضلعين، يعني ممكن نحكم عليه ان هو ABC. تمام اهو ABC، يعني دي ارتدادا. يعني السهم كده اهو طلع A B وعمل لنا C. يعني برضو C دي بتبقى 5 موجات برضو يعني، فهي. فاحنا عايزين نعرف هل الصعود ده هو موجة 3 ولا هو C. هيبان ازاي؟ هيبان، هنشوف يعمل لنا جني ارباح، تمام، بعد كده يصعد تاني، وبعد ما يعمل جني ارباح ويهبط يجي يعمل قمة تاني. ده كده كويس، كده حلو كده. بقى نستنى التصحيح الكبير وبعد كده نشتري فيه، تمام. لا هو بقى خدها صعود كده متواصل و... وضلعين بس ممكن نحكم عليهم ABC. تمام، ABC. لو هو ABC فانت متستبعدش السهم ده يزور لك القاعدة تاني. ممكن طالما هما ABC ما نضمنش السهم ده ينزل لنا فين تاني. يعني قصدي ABC دي معناها ايه؟ معناها ارتدادة على الهبوط ده كله. هو عمل الهبوط ده كله، فدي ارتدادة للهبوط ده، فاهمين؟ عشان نعرف السهم آه هيصعد تاني ولا لا لازم ينزل الاول يعمل لنا تصحيح. تصحيح معرفش هيوصل لحد فين، بس ممكن يعمل لحد هنا اهو. ده ممكن يبقى تصحيح، تمام. يعمل تصحيح بعد كده يصعد تاني ويعمل قمة تانية. زي ما انتوا شايفين اصلا السهم ايه في يعني تقريبا كده بيخلص صعود. يعني اي حد فيه وكسبان، الافضل تجني ربحك حتى لو بشكل جزئي، نص الكمية، ربع الكمية، المهم لازم تجني ربحك. ان شايف هنا السهم بدأ يخلص عمليات الصعود، تمام. والنهاردة الشمعة اهو على اللي هو النص ساعة، شمعة طبعا ايه، شمعة بياعة. كسر القاعدة عمل لنا تغيير في الاتجاه اهو. فممكن كده، هو معرفش ممكن يصعد تاني برضه، بس اي صعود تستغله ان انت تجني ربحك بقى خلاص. تستنى بعد كده، لا تشتري ولا تبيع، تستنى تراقب هيعمل ايه السهم ده. حتى الان احنا مش ضامنين هو هيعمل قمة جديدة
ولا ممكن ينزل يزور لنا قاعة تاني. فدي محدش يعرفها غير لو كون لينا 5 موجات صاعدين. بس كده وشكرا. تعالوا نشوف السهم وصل لحد فين وبدأ يتراجع. انا كنت راسم له هدفين، هدف على الفيبوناتشي وهدف تاني على التحليل الكلاسيكي. فرسمت كده الفيبوناتشي، وده هدف الموجة 3. غالبا الموجة 3 تجينا عند 161. زي ما احنا شايفين هو لمس الرقم ده ومن بعده بدأ التراجع. تمام. كنت رسم له برضو هدف تاني على الكلاسيكي. لو عملنا كده اهو الشمعة دي، هو كل الشمعة دي يعتبر شمعة ماشية عرضية. تمام. اخترقوا الشمعة دي، ده طبعا على الشهري. فكده ممكن يبقى له هدف تاني عند جنيه. لكن هو بدأ يتراجع من هدف الفيبوناتشي. هل هو هيكمل بعد كده صعود ويوصل لينا للهدف التاني، ولا ممكن يبدأ عمليات التصحيح وعمليات جني الأرباح؟ يعني الأفضل كحد هتلاقي نفسك كسبان مبلغ كويس، الأفضل تجني ربحك. مش شرط تستنى لحد آخر أهداف السهم. غالبا ممكن يبقى في تصحيح أو في هبوط وتلاقي نفسك ضاع عليك مكسب كتير، أو حتى المكسب ممكن فيما بعد يتحول لخسارة. فدي نصيحتي، يعني أي حد عندي مكسب في السهم ده يبدأ يتخارج مني. أنا شفته كده. بالنسبة ليا بدأ التراجع من عند هدف مهم اللي هو 161 فيبوناتشي. فده يعتبر حاجة بداية خطر يعني. فحبيت بس أوريكم الرقمين دول. بس كده وشكرا.